اليوم الثالث والأخير باليونان. هنا بعد ما زرنا القرى رجعنا لتسالونيكي المدينة. وإذا ما شايفين الأجزاء اللي قبلها شوفوها. أخذنا هالهوتيل اللي هو بنص المدينة لأنه اشتاقينا شوية لهالأجواء. الفندق كان كلش حلو وصايرين بنص كل شيء. وشوفوا لي الأجواء ايش قد حلوة. فنزلنا رأسا جوا وقلنا أول شي نروح ناكل ونكتشف المكان. Number 12. Number 12? Yeah. Thank you. You are a star. Number 12. Thank you. Thank you. قلت له شوف شو عنده، ما راح يكون غيره فيه على اساس انه الشغلات عنده مقطعه هيك، ففي خنزير وفي دجاج، اخذ دجاج مقطع قطعه كبيره، الخبز عنده في طعم زعتر طيب كثير طيب، والمكان شفتوه يعني يوناني 100%، ما كأنه فرخ ولا سواح هو اصلا. يمكن 90% من الناس اللي هون عم تاكل هي من اهل البلد. اذا حدا لازم يحجز اوتيل يحجز هون. شوف المنظر، انا بنص كل شيء. هذا سوق اكو جوا، بعدين راح ندخله. المكان رهيب. نحن هلا على فكره عم نستكشف المنطقه، ما كنا عارفين وين رح نروح. بدنا ناكل فطور ونقعد نخطط جولتنا، معنا 6 ساعات يكون فيها ضوء نفطر بالمدينه، فما عارفين شيء. اول مره بنكون ما مخططين لانه الرحله كانت مفاجاه. يعني عم بتمنى لو كان عندي 2-3 بعد هون بهالمدينه. على فكره ظلمت المدينه اول ما عملت عليها سيرش. هلا ما بقى شي نوصل له، ندور مكان ريوق. هذا طب بدك تاكلي شي حلويات وهيك، في باي سبينات باي بحبها هي. شو عندهم؟ اوقف. ليه؟ هلا انا صرت بلاقي عندهم اذا في اشتهى يا اعطيني اللون الاحمر. ثانك يو. ياهو راح تاخذ هاي لانه هاي المنطقة كلها اللي زرناها، هيدا الرجل أول رجل مطرح ما كنا بالهوتيل هون، هذا الكوخ، وهون لما جينا على هذا الشاطئ هذا اللي عم نشوفه وين هو؟ خلص هاي تصير على ثلاجتنا. ما عندنا كيتي اسأله. مين؟ بدك شيء لتسالونيكي هلا ولا بعدين؟ لما هي هاي بتبين كلها ما؟ لا هاي ما بين، هيدي تحت، هيدي بس هالكديكي. Nej men alltså det påminner mig om den här resan för han har ju allt här. Ja eller den. فيها كل شيء من البحر والبور. احنا حاليا باليونان تسالونيكي، بس حاليا احنا وين؟ باب الشرجي. يلا اوه شو حلوة. هيك الموانئ والسمك والدنيا. اوه بالريحة مال السمك. شوف السمكات.
مريم انا بالنسبه لي هيك اسواق خليني اخشن في حياتي. يعني منصرف. اللحم اللي عم ينباع طازج على قطعه قدامك هنيك وما جايبتيه بعلبه مجمد بلاستيك. مثل اسواقنا بالدول العربيه حياتي. هذول النوع المقانع هذول انا عشقي بلبنان. شوف شو حلو. في كثير اشخاص واقفين شكلهم وقفتهم غلط. ايه فانتبه من دومينيكا صح. اكزاكت. يا هسه باتشي باليونان. نعم ومعلاق. تعال. معناه برا هيك بارك الله. شكرا كثير ان شاء الله. وين نروح؟ يسار ولا يمين؟ يسار. بقلاوة أول مرة بعرف إنه اليونانية عندهم بقلاوة مكتوب. بس عسل مو منا، من اجيب؟ لازم صراحة نطلع نرجع نسوق على قرية. شو؟ البت اللي أخذتها ما في. يا احلى صح. أنا راضي. بدك شيء من هون؟ لا لا حياتي. صرت بكل مكان عندي جنطة ما بعرف وين اخليهم. حلوين. منظر هالمحل لأنه شفته كثير شكله بيتوتي حتى مع مرطبين الزيتون والمقليات اللي بسموهم طاوات انتم هيك معلقين جوا. محل مبين البيت وفعلا انه هو طلع مطعم تقليدي وعنده لحم وسمك. إذا حبينا نرجع اذا حبينا نرجع نجرب الأكل. هو القعدة مش كثير يعني القعدة بس السوق بس الأكل. يا بتروفي كم بروفا ممكن هاد ممكن. اوه فين محل كل شيء له علاقة بالكنيسة. ايش قد حلو. هذول البخور على هيك. فين ها مال بخور. ايه اوقف هنا شوف المكان دا عرفت الصورة انت قول انه هي هاي الحياة مو الحياة اللي عايشيها بالسويد. اعترف هي نشتغل عن بعض يكون عايش بسيارة بيت متنقل ويكون عندي قناة أنا وأنت ونحكي كل يوم الأماكن اللي نروحها. بالنسبة لي عندها حفلة قريبا جدا. هاي الشغلات تحبها عرفت راح تقول الله. يا بس انصدمت انه عندهم باتشي انه يبيعون راس الخروف. شوفي على يمينك. يا صاروا سمرتين.
رمضان صار بصمم الحين. يلا حياتي. ارقص هاتي. الله الأغنية. تعال نرقص أنا وأنت. نصيحة لكل اللي بيحبوا السياحة، خليكم بحركة، ما تروحوا على اوتيل وتقعدوا فيه وما تشوفوا غيره. بخلال 4 أيام يمكن برمت أنا مقاطعة تسالونيكي وضواحيها، هالكيديكي كمان، هالكيديكي برمتها كلها، هي اللي فيها نيكيتي واللي فيها سبيدي واللي كان فيها أفيتوس. ضيعوا قرى رح تشوفوها رائعة. الفندق هناك واحنا هنا. رايحين على البرج اللي عم نشوفه قدامنا اللي هناك. صراحة يا جماعة مدينة رائعة، مدينة فيها حلوة، يعني فيها مباني عادية بتحسوا حالكم شوارع عادية محل ما الناس أصلا هن عايشين، بس بنفس الوقت فيها معالم سياحية مخباية ضمن الأحياء. يعني كنا بحي هلا كان عم بيعزفوا فيه موسيقى وقعدنا أخذنا مشروب بارد وكان في مبنى قديم، مبنى يعني عمره تقريبا 1000 سنين. ف هي مدينة مرفأ، مدينة بحرية بس رائعة، والأكل فيها رهيب. يصيدون هنا جماعة رائعة جدا. هذول انتبه منهم، هذول ما راح اشتري منهم ولا شيء. ثانك يو. يعني هيدا البرج اول ما واحد يكتب تسالونيكي ببين انه هذا واحد من المعالم المهمة، وهو برج كان من الحكم العثماني، فكان يستخدم كسجن، كبرج مراقبة، وحتى كان يكون في اعدام. والحجر القديم تبعه اذا تطلعوا نقرب على القريب راح تشوفوا انه لونه كان احمر، وكان اسمه برج الدم. قلت انه صبغه، بعدين صبغوه وسموه بالبرج الابيض. البرج الابيض. وصاير على الميناء. شوفوا المكان هناك قد حلو صراحة. هالمكان كتير حلو، ساحة كبيرة، مطاعم حواليكم، حتى قريب على كتير شغلات. نحن كنا عم نمشي قبل شوي عم نفطر، فمن هالمكان تقدروا تمشوا، بس انه لكم دقيقة وبتكونوا بساحات تانية. باب الشرجي تبعهم صح؟ صح، كمان قريب من هون. باب الشرجي تبع تسالونيكي قريب من هون. عجب مرة تلزم الحجر. فبدي انا اعرف كل مكان نروح لازم يلزم الحجر، يشوف شلون التصنيع هذا او شلون ركبوه او شنو نوعه. مو الناس صاعدين فوق. شلون نقدر ندخل؟ خلينا نشوف. هنا كانوا يعدوا العالم. بعده الحجر احمر، يعني حتى رجع بعد ما صبغوه ليروح الصبغ ورا السنين. تعال نشوف شنو اكو دائرة مدائرة منا يمكن. ما تقدر تقمز؟ بلا فيكي ساعدك؟ اي نزلة قوية هاي. فيكي بروح حبيبي. يا مكتوب ايش قد واحد يدفع؟ ولا في دفع؟
شوف من للخمسة هو في ربع ساعة إيه. 8 يورو. ربع. إذا واحد ابن البلد بيدفع 4 يورو، إذا سائح بيدفع 8 يورو. بعد ربع ساعة سكروا حبيبي. لا بعد. يعني جينا على هالمكان اللي يشوفه يفكر هو مجرد حفرة. بعدين طلعنا عرفنا انه هالحفرة هي اصلا جرن معمودية من القرن الرابع ميلادية، 1600 سنة. وهيدا على فكرة بقايا من كنيسة. قديش كبيرة هالكنيسة كانت؟ إذا هيدا لحاله كان جرن المعمودية، عم بتشوفيه؟ بنايات كبرى يعني كانت دائر مدائرها كلها كافرية. يعني تخيلوا إنه أنتم قاعدين تشربون قهوة جواكم مكان هو صار له كم سنة؟ 1600 سنة. أوه. كانوا يعمرون الناس النبي. الجرن يبين من هون أكثر. له درج ينزل الشخص كامل للمعمودية، مش مثل الأجران تبعنا هلا الأولاد الصغار بس راسهم يتغطس. ينزل كامل. وهنا الجرس مال الكنيسة شوفوا ايش قد قديم، شوفوا الحديد ايش قد قديم. بعده مثل ما هو. هفتك. وهلا رح نطلع على منطقة على رأي جوجل انها فيها طابع شو اسمه محلي جدا جدا، فما بدنا نشوف شيء سياحي، نحن بدنا نشوف نريد اماكن تكون حديثة، نريد مكان محلي تقليدي اصلي. اصلي. ايه اصلي. كنيسة هنا اكو، وما اعرف اذا هو هذاك جن المعمودية هو تابع لهالكنيسة قصدهم. يوم معقول تحت الارض. تحت الارض بالضبط، يعني هذا المكان كله يمكن ما كان شارع، كان هو هاي الكنيسة ولها توابعها. الامتداد بالضبط. وفي عرس. الظاهر اكو عرس هنا حاطين ورد وحاطين هيجي شرشف. اكو عالم تعال نحتفل وياهم. عم بحسك رح تفوتي مع العروس حياتي. والله فتي معهم. هذا عرس. نحتفل وياهم حبيبي عرس ما يصير. انا اول نطلع حياتي. والله عم بيطلعوا فينا غلط. عرس؟ لا صراحة هو في سواح عم تتفرج مش بس نحن. مو بس احنا. يا هدول ما شكلهم معزين. لا كان لابسين فساتين اذا هيك. يا وبعدين ما حدا بيجي على عرس معه شنطة وريكسك. صح ما بقول لك عادي. معناته اوكي. ندخل نشوف؟ يقدر واحد يقرب؟ في سائح هونيك مقرب ليكي معه شنط. هاي راحوا خلينا نمشي وياهم. تعال يلا. خلهم مشوا. طب تعالي نروح لحالنا لقدام. تعال. ايه تعال. بس حنفكر وين المعازيم. شوف ريحة الورد ايش قد طيبة. سلام. يعزمونا على مشروب؟ شوف مشروبات. معزومين؟ لا مو معزومين. نجرب؟ مش ندخل وياهم. هاي ويا هاي معزومة. مريم تخيلي انت عرسك والناس تجيك سواح تتفرج عليكي. لا بعرف. اوه معزوم بابا. ناس كاشخة عرس. عروسة. شو حلوة هاي الصغيرة. تعال نروح ناخذ عصير. لا هسه شنو اكو وراك؟ هيدا البرج اللي شايفينه الطابق العلوي فيه هذا يفتر يعني يبرم 360 درجة، بس طبعا يمكن خلال ساعة لحتى يبرم برمة كاملة لحتى الناس ما تدوخ. بس إذا واحد أخذ طاولة وقعد
وقاعد عم ياخذ ياكل او يشرب اي شيء، فبعد ساعه حيشوف انه الفيو عنده تغير. ما بعرف رح نجربه شيء بالليل؟ خلينا نشوف، ما اعرف، نشوف بالليل. كثير حلو مبين. لان حابين نمشي اليوم، مو نقعد نفطر. واليوم اخر يوم لنا بالمدينه، يعني اليوم عندنا الليله وبكره لازم نوعى بكير شيء 7 الصبح ونبلش نجهز نفسنا لننطلق للمطار. لا ما اريد. ولا انا اريد حبيبي. يعني تركنا جرن المعمودية السري ومشينا شي دقيقتين، وصلنا لهي الساحة الرومانية اللي عمرها أكثر من 2000 سنة، اللي هي كانت السنتر تبع مدينة تسالونيكي. هيدي بس الساحة، وفيها حواليها أسواق، كان في مسارح ومحاكم، وكله هلا مدفون تحت هالمباني اللي عم بتشوفيها. كانت الساحة رئيسية مثل ما قال سلام إنه بيها أسواق، مدر، محاكم، كان بيها مسارح يسوون بيها عروض، بس هذا البحر كانت تخيلي هدول أكيد كان تواليت. تحسوا ما أعرف شنو هاي. تخيلوا ليك القناطر. فواحد يقدر يدخل بس هسه مسدودة. يلا تعال نكفي على هدفنا. يلا. كيف؟ الجو جدا حار. كثير حلو. اخذنا شنو؟ اتخذت جراخيتا ليموني فراولة. شنو؟ ما بعرف شو اسمه بالعربي، سلاش هدي هاي اشربيه. اوكي. جراخيتا ليموني. ثانك يو. اول حاجه سكول. وين صرنا احنا؟ فوق. وصلنا هاي المنطقة بعد ما طلبنا انه نروح محلات محلية او اماكن محلية، بس طلعت هي افقر منطقة هي سكن، بس شوف هواية اكو اماكن مثل مهجورة، اكو محلات مسدودة يعني قافلينها للابد. بس هي منطقة سكنية عادية يعني خطيرة. بدي اقول شيء. لما حاولت احجز انا اوتيل بالمنطقه طلع لي اماكن كثير ما كانت حلوه، اللي كان فيها الجرافيتي وهيك واحياء مهتريه. هي الشوارع اللي انا شفتها واللي خلتني احكم على تسالونيكي، بينما المناطق الغنيه اللي قريبه من البحر تحت، هذا البحر هنيك اللي صايره نزلة بالنزله، يعني باخر النزله يعني احنا هنا سوينا صعدنا من البحر، صعدنا كثير، صار نص ساعه نصعد. فهالمنطقه هي اللي هي ما حلوه، بينما تحت المنطقه تجنن. فهلا رح اروح على منطقه ثانيه نشوف شو كيف تشات جي بي تي اذا نصيحته مزبوطه بتكون. رح نروح على لاداديكا، وعم بيقولوا انه هي شغله حلوه، لنشوف هي. شوف الصور. رح اقول له اعطيني I mig en vägbeskrivning med länk till Google Maps till Ladakika. انا احكي عربي ويثبت يا مامتي. فارة يا حبيبي عادي عادي. يا حبيبي عادي جردون منه فارة، شو قصدك؟ جردون حبيبي جردون. شو قصدك جردون حبيبي؟ شو يعني جردون؟ شو تحبت جردون؟ لا رطة ما بحبه، بس انه جردون هو. صعب عليك. قديمة، المحلات مسدودة. شوفوا هنا السكن. دقيقة؟ لا دقيقة 19 دقيقة. هي عمو. زين هسه نزلة مو صعبة لأن هلا كله نزلت.
لك هنا بالصعبة. عم تشوف انت الموتوسيكلات اللي واقفين على الاشاره تحت؟ طلع شوفيهم. ليش يجمع؟ بتحسي يهجموا علينا عصابه. هيك كثير طيبه. حسن انتبه. هلا اطلعي انت على الرصيف وامشي، امشي ما عليك. هذا الرصيف لشخص واحد. المدرسة روضة. انت بس تشوفي المدرسه تقولي الله. هي حلو. هي حلوه. مبسوطه؟ هلو هي اموره. طب تعي كزدوره. لا ما بدي. لك شو ما بدك برمتك ما بدي. التسالونيكي كلها بتقولي ما بدي؟ لا ما بدي. اوكي. جماله الحلو. اليوم نفس القماش بس غير الوان لابسين. ما اعتمدنا الالوان، اعتمدنا لا. القماش. صح. صراحه واحد ما بدي من هون جنن. يعني حبيت. في بطنك ورد وما ورد عندي، شفت الورد يا شو حلو هالمكان. انا كان بدي اعرض غروب صباح هون عم بغني بس على الرمل. وين هيك؟ حياتي هالقعدة مميزة. أكثر مميز فيها نحن على البحر. صور هناك. هذا لايف.